مصر على مدار تاريخها دخلت حروب كتيرة جدا علشان تحافظ على أرضها وكرامتها، من أيام الفراعنة في مجد وقادش لحد العصور الإسلامية زي عين جالوت ضد المغول. ومع مرور الزمن اتعرضت مصر للغزو والاحتلال، وكان أخطرهم الاحتلال البريطاني سنة 1882 بعد ما الجيش المصري اتواجه مع الإنجليز في معركة التل الكبير. ومن بعدها فضلت مصر في صراع طويل. شايف الصورة اللي قدامك دي صورة العساكر الإنجليز وقت احتلال بريطانيا لمصر في القرن ال19. ومن هنا عندنا أسئلة كتيرة، زي بريطانيا احتلت مصر 74 سنة، وليه أصلا بريطانيا احتلت مصر؟ وهل الخديوي إسماعيل كان أسوأ حاكم لمصر؟ وإزاي قرية بسيطة زي دنشوي تكون سبب كبير لخروج الاحتلال البريطاني لمصر؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها، بس قبل ما نبدأ كوباية الشاي الجميلة الورق والقلم وتعالى تابع معايا. الخديوي إسماعيل اللي وقتها كان خامس حكام مصر، بعد ما تولى الحكم كان عنده حلم انه يخلي مصر قطعة من اوروبا، شوارع واسعة وقصور فخمة وحفلات ضخمة، ده كله غير مشاريع عملاقة زي قناة السويس. وفي فترة حكمه كل اللي كان شاغل الخديوي انه يطور في الملامح العمرانية والاقتصادية وحتى الإدارية في مصر. كمان اتلقب بالمؤسس الثاني لمصر بعد جده محمد علي باشا الكبير. بس الحلم ده كان محتاج فلوس، والفلوس ما كانتش موجودة، فبدأ يستلف من البنوك الأوروبية وقروض ورا قروض لحد ما الديون غرقت البلد. وقتها الديون كبرت لدرجة ان مصر ما بقتش قادرة تسدد. فرنسا وبريطانيا لقوا فرصتهم وقالوا احنا ندخل نراقب ميزانيتهم ونضمن فلوسنا، وعملوا حاجة وقتها اسمها صندوق الدين. وصندوق الدين ده كان لجنة اتأسست علشان تشرف على كيفية سداد الحكومة المصرية للدول الأوروبية. ومن اللحظة دي بقى اقتصاد مصر كله في جيب أوروبا صديقي. عايزك تكون فاهم ان فرنسا وبريطانيا كانوا بيتنافسوا على احتلال مصر سياسيا وقتها، لحد ما بريطانيا جات لها الفرصة وحطت مسمارها التاني على قناة السويس. وخلي بالك انا بكلمك هنا وقتها كان اقتصاد مصر كله على قناة السويس، ولا اتكلمنا في زراعة ولا في صناعة. انا بكلمك هنا على قناة السويس. قناة السويس كانت حلم مصري، لكن في عز الأزمة المالية الخديوي إسماعيل اضطر انه يبيع أسهم مصر في القناة للإنجليز، وده في سنة 1875. ومن هنا الإنجليز بقوا ماسكين أهم ممر مائي في العالم وقتها، ومن هنا بقوا أصحاب الكلمة في شريان التجارة اللي بيربط الشرق بالغرب يا عزيزي. لكن المصريين والجيش كانوا شايفين إن البلد بتتباع حتة حتة قدام عينيهم. ومن هنا ظهر أحمد عرابي. أحمد عرابي كان فلاح مصري بسيط، دخل الجيش وبدأ يترقى لحد ما بقى واحد من ضمن قادة الضباط المصريين. لما شاف الظلم ده من تميز ضد المصريين وسيطرة الأجانب وفساد الإدارة المصرية، بدأ يقود حركة احتجاجية. أحمد عرابي كان نقطة التحول اللي خلت مصر تدخل في أزمة سياسية وعسكرية كبيرة، واللي استغلها الإنجليز كذريعة لاحتلال البلد. لكن هو في نظر المصريين وقتها كان بيمثل صوت المصريين لأول مرة ضد الاستبداد والتدخل الأجنبي، بس للأسف اتغلب، والنتيجة كانت بداية الاحتلال البريطاني. وهنا لازم أخدك في تفصيلة معينة. سنة 1881 وقف عرابي قدام قصر عابدين وقال خطبته الشهيرة، وقال كلمته اللي دخلت التاريخ: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا ترافا أو عقارا. ثورة عرابي بدأت في 1881، ودي كانت أول مرة الشعب يقول كفاية بصوت عالي. الإنجليز شافوا إن الثورة دي خطر على مصالحهم، خاصة قناة السويس، ومن هنا الإنجليز قرروا يدخلوا عسكريا، والموضوع وسع جدا. بدون سابق إنذار القوات البحرية البريطانية دخلت على موانئ اسكندرية وبدأت في الهجوم، وبعدها واجهوا جيش عرابي في معركة سمت بمعركة التل الكبير، والنتيجة طبعا كانت كارثة. الجيش المصري اتغلب بسبب فرق السلاح والتنظيم، والإنجليز دخلوا القاهرة رسميا. ومن هنا بدأ الاحتلال البريطاني في 1882. الإنجليز قالوا احنا جايين مؤقتا لحد ما الدنيا تهدى وناخد فلوسنا، لكن الحقيقة ان المؤقت ده استمر أكتر من 70 سنة. سيطروا على الجيش والسياسة والاقتصاد، وحتى الخديوي بقى مجرد واجهة بالنسبة لهم. هم كانوا بيأمروا وهو كان مضطر ينفذ. بعدها بسنة في 1883 الجيش البريطاني اللي بدأ ينتشر بقيادة اللورد كرومر كان صدمة لكل المصريين. ركز الاقتصاد كله على زراعة القطن، وده طبعا علشان مصالح دولته. التعليم خلاه محدود علشان يطلع الناس بدون وعي، وأي محاولة مقاومة كان بيقمعها فورا. الفلاحين كانوا حاسين بالذل، الأرض في إيد الإنجليز والقطن بيطلع كله بره، والمثقفين كانوا شايفين التعليم بيتكسر. الوطنيين كانوا عارفين إن البلد كده كده اتسلبت. وفي كل الأجواء دي طلعت شخصية مهمة هتغير شوية في موازين المقاومة، وهنا أنا بكلمك على مصطفى كامل.
مصطفى كامل كان محامي وصحفي وخطيب سياسي بارع، مؤمن إن التعليم والوعي والسياسة هم سلاح المصريين ضد الاحتلال. وقتها أسس المدرسة الوطنية لتعليم الشباب المصري، وبدأ يفضح الاحتلال قدام العالم، علشان بعدها الناس تسمع عن تأسيس الحزب الوطني، والناس ابتدت تسمع لأول مرة كلمة استقلال بشكل واضح. ومن هنا الشعب بدأ يكون عنده وعي، بس للأسف برضو لا شعب ولا جيش ولا حتى داخلية قادرة تواجه، لأنك حرفيا لو اتكلمت يا هتتعدم يا هتتسجن يا هتتجلد لحد ما تموت. وكل ده كان بيحصل لحد حادثة دونشوي. دونشوي قرية بسيطة في محافظة المنوفية، ودي كانت الشرارة الكبيرة. وهنا بيجي المشهد اللي قلب الطاولة. يوم 13 يونيو 1906 مجموعة ضباط انجليز دخلوا قرية دونشوي في المنوفية علشان يصطادوا حمام. حصلت مشادة واندلعت خناقة، والنار مسكت في بيت إمام مسجد وزوجته. الزوجة خدت رصاصة غير مقصودة وماتت وقتها. الفلاحين فضلوا في مشادة معاهم لحد ما ضابط انجليزي منهم جري في عز الحر واخد ضربة شمس ومات. الانجليز اعتبروا ده تمرد وقرروا يعملوا محكمة عسكرية فورية. المحكمة حكمت باعدام 4 فلاحين قدام اهلهم في القرية في عز الظهر، وفي ناس تانية اتجلدت واتسجنت. المشهد كان صادم جدا للمصريين، ناس بتموت وتتعلق قدام عينيهم ومش قادرين يعملوا حاجة. بالمناسبة المحكمة دي كانت على ايد مصريين، القاضي كان مصري بس للأسف لانك تحت حكم محتل. حادثة دونشوي فضحت الاحتلال، المصريين شافوا الظلم بعينيهم، والصحافة الوطنية فضحت الجرايم دي، والناس اللي كانت ساكتة فهمت ان الاحتلال مش بس سرقة أرض، ده كمان إهانة للكرامة. بعد الحادثة دي الغضب بقى نار، مصطفى كامل بقى رمز وطني كبير بكتاباته وتغريداته على بعض الصحف والجرايد، والناس هنا بدأت تقتنع ان مفيش حل غير رحيل الإنجليز. ومن هنا الطريق اتفتح لثورة 1919 بقيادة سعد زغلول. سعد زغلول يعتبر من أهم الرموز اللي لعبوا دور كبير في مسح أو بمعنى أصح تقليص وإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر. الراجل ده ظهر نجمة بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 لما طلب من مجموعة من الزعماء اللي هم كانوا وقتها الوفد المصري بحق مصر في الاستقلال الكامل عن بريطانيا. الإنجليز وقتها رفضوا واعتبروا ده تمرد، قبضوا عليه سنة 1919 ونفوه لجزيرة اسمها مالطا. وهنا قامت ثورة 1919 اللي شارك فيها كل الشعب، فلاحين وعمال وطلاب وستات ورجاله، والثورة كانت نقطة تحول ضخمة. ومن هنا وكل الكلام ده أجبر الإنجليز يغيروا استراتيجيتهم. الضغط الشعبي والسياسي اللي عمله سعد زغلول والوفد المصري أدى في الآخر لإصدار تصريح في 28 فبراير 1922 اللي اعترفت فيه بريطانيا بشكل جزئي باستقلال مصر، واتلغت الحماية البريطانية رسميا، وبقى في دستور جديد في 1923. يعني باختصار سعد زغلول كان الشرارة اللي جمعت المصريين على هدف واحد وهو الاستقلال. حرك الشعب كله ضد الإنجليز، وده كان بداية الطريق لحد ما جت ثورة 1952 اللي نهت الاحتلال تماما. لو عجبك التقرير ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل متابعة علشان تتابع مننا كل جديد. سلام.